هذه أعمال دورة تكوينية نظمها قطاع التجارة والصناعة التقليدية لصالح عدد من الشباب والنساء في مجال صناعة الخزف والفخار. وتدخل هذه الدورة ضمن سلسلة دورات مماثلة ينوي القطاع تنظيمها في عدد من ولايات الوطن دعما لقدرات الشباب المهتمين بهذا المجال. دعما لقدرات الشباب وضمن اهتمام الدولة بتطوير الإنتاج الوطني من الصناعة التقليدية، تأتي هذه الدورة التكوينية التي استفادت منها مجموعة من الشباب في مدينة كيهيدي حول فنيات وطرق صناعة مختلف الأواني من مادة الخزف تحت إشراف فريق من المملكة المغربية. وتنفذ هذه الدورة في إطار برنامج تعده وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة لصالح الشباب في عدة ولايات من الوطن. في اختتام هذه الدورة نأمل إن شاء الله أن هذه الخبرات اللي يكتسبها هذول المتدربين أنها تنعكس في واقع الصناعة التقليدية على مستوى مقاطعة كيهيدي ومنه إن شاء الله للوطن أجمع. وبهذه المناسبة أنا نقول عن الصناعة التقليدية عنها بالنسبة لنا ما هي جديدة، رواية قديمة رافقت الأجداد وكانت لها جزء من موروثنا اللي يقلها لها شوي من الاهتمام أكثر ومن العناية ومن التأطير. وعملي في هذا التعاون الموريتاني المغربي في أنه ينعكس على مستوى من التطوير ومستوى من التأطير اللي يهيئ المراحل القادمة تعود إن شاء الله أنتم رائدين فيها. الدورة التكوينية التي دامت لشهرين مكنت من تعزيز قدرات المشاركين وتحسين إنتاجهم الذي يعول عليه في زيادة مداخل الأنشطة التجارية في مجال الصناعة التقليدية. تعمل وزارة التجارة والصناعة التقليدية والسياحة جاهدة على الاكتشاف جميع المهارات لتثمين مهن الصناعة التقليدية والنهوض بها باعتبارها من أنجع الأسباب لمكافحة الفقر وتكوين المواطن. ونحن نعمل على إعادة اكتشاف وإحياء وتثمين تراثنا الثقافي والخبرات التقليدية، فإننا نطمح في الوقت ذاته إلى إغراء موروثنا الثقافي لا سيما المهن الواعدة كصناعة الفخار والخزف باقتناء واستيعاب مهارات شديدة مستمدة من محيطنا الإقليمي. ممثلة جهة غورغول وبلدية كيهيدي ثمنت هذا النوع من المبادرات التي تخدم شباب من خلال التعرف على مجالات جديدة تساعد في تطوير إنتاجه في هذه الصناعة التي يكثر استخدامها بمنطقة غورغول. المستفيدون من هذه الدورة التكوينية عبروا عن شكرهم للسلطات العمومية على إعطاء الفرصة لمعرفة هذا النوع من الصناعات التي يكثر الطلب عليها في المنشآت السياحية. نحن هون نعدروا منهم القدح كيف هذا الكتيا النيل هذا الكتيا يجي فيهم الماء، ونعدروا بلاطات ونعدروا هذه الشكلية بركتياها ما شاء الله، ونعدروا منهم لبواش نعدروا ياسر نعدروا بلاطات نعدروا كيف اللي قلت لك وريتك هذا نعدروا منهم ما شاء الله. هذو قطحات زينات حتى ونعدروهم منهم ما شاء الله. واشكال الطين عندنا 3 اشكال من الطين نحن الكيهيجي والطين المغربي والطين الاوروبي وما شاء الله. والعمل بيهم زين ما عندنا عمل حبينا عن جد وما شاء الله وزين ونبغوا دعم اكثر. ومن شأن هذه الدورات أن تعزز من خبرات الصناع التقليديين وأصحاب الحرف لمواكبة متطلبات السوق وصناعة إنتاج جيد من مشتقات الخزف قادر على منافسة المنتوج الخارجي. محمد علي سالك لقناة الموريتانية، مدينة كيهيدي.